يلا بينا بقى نعمل ايه حبة مخلل اللفت زي العسل. انا هنا بقى جبت اللفت، نقعته كويس في مية شوية حلوين كده عشان الطينة اللي فيه كلها تنزل، وبعد كده اي خرطته وبقى زي الفل زي ما انتوا شايفينه كده. هنزل بقى عليه بكيس ملح، كيس الملح ابو جنيه ده. طبعا انتوا كل كوباية مج مية عليه معلقة ملح كبيرة، يعني عشان يبقى مظبوط معاكم. بس انا ايه حطيت كده كيس ملح بالبركه كده. هنزل بقى برضه بحبه سكر كده، وهقلب بقى ايه المخلل بتاعي ايه كده ايه حلو. اللفت بتاعنا ده هندعكه كده ايه بالملح بقى بحبه السكر دول، ودي معلقه خل، معلقه واحده، متقلقوش ما بيهروش ولا اي حاجه، بس بيخليه طعمه حلو وبيساعد ان هو يبقى مقرمش برضه، يعني مش بيتهرى ولا حاجه من الخل. هقلبه بقى انا كويس كده حلو، وهسيبه ايه متقلب كده شويه بالملح كده حب اهو، بقلب فيه كده حلو. صلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. احنا طبعا بعد ما خلصنا بقى غدانا ويومنا كله، فقلت ايه اعمل لهم حبه مخلل حلوين كده، ونعمل لهم برضو ايه حاجه حلوه نحلوا بيها بقى كده اهو. هنا بقى برضو جبت البطاطا ونقعتها كويس، وبعد ما نقعتها بقى غسلتها حلو كده، ومسكت اللي انا هسلقها في الحله، حطيتها رصيتها كده ايه اللي هي الرفيعه ايه، مسكتها رصيتها كده في الحله. والتانية بقى اللي انا هشويها برضو ايه غسلتها برضو معاها، وهرش بقى معلقتين سكر كده اللي هتتسلق دي بس، يعني اللي هي هتتسلق بس هحط لها معلقتين سكر. بتبقى طعمها حلو لما تحط لها معلقتين السكر، هي بتبقى مسكرة يعني، بس هي برضو ايه المعلقتين السكر دول بيخليها احلى. احط لها بقى ايه حبة مية بس كده، ما حطيتش ايه الا حبة صغيرين، يعني ايه نص كوباية كده. وهولع هغطيها بقى واولع عليها النار تغلي يا دوبك مع حبة المية دول، وبعد كده اوطي عليها. هنا بقى البطاطا هرصها بقى ايه في شبكة الفرن كده، وانا طبعا ولعت الفرن. هرصها كده ايه تتشوى، وبقى حاجة حلوة وسهلة وبص وريحتها بتبقى قلب الدنيا، وبتدفي بقى في السقعة اللي احنا فيها دي، طبعا الجو تلج، فايه بتدفي وجميلة والله. كانت حلوة جدا لما عملتها، كانت حلوة والله، وريحتها بتبقى قلب الدنيا. هرصها بقى كلها كده، وبعد كده ايه لما تتشوى من يعني هي بتتشوى من فوق الاول، بعد كده هقلبها اهي. ودي البطاطا اللي هي بتتسلق اهي، بصوا بقى جميلة ازاي، تحفة والله. هي طبعا كده ايه انا بوريكم ان هي بتغلي كده ايه بحبة المية، هوطي عليها واسيبها بقى ايه لما تستوي على راحتها على نار هادية خالص. المسلوقة دي اللي هي بتبقى في الحلة دي، هي مش مسلوقة في مية، لا احنا بنحط بق مية صغير يعني، وهي بتستوي في البخار بقى اللي طالع ده. اه اسيبها بقى ايه تستوي كويس. ودي البطاطا اهي وهي بتتشوى اهو. ده المخلل بقى بصوا نزل ازاي بعد ما دعكته بالملح وسبته مركون شوية، بيخس خالص، يعني ما بيبقاش زي ما كان ايه موجود في الاول. من دعكة الملح دي بتكمره، حتى لو انتي المكان بتاعك البرطمان حاسة ان هو مش هياخده، لا هياخده، عشان لما تدعكيه بالملح كده بيخس. طبعا هو بينزل بقى منه مية الملح بتاعته. هننزل بقى بيها الاول كده، وبعد كده نزود بقى ايه مية وتكون مغلية، عشان ما يعملش معاكوا اي حاجة يعني. طبعا انتوا لو عايزين تحطوا له بنجر حطوا له، بس انا ما حطيتلوش بنجر المرة دي. هو اللفت لما بيبقى حلو بيلون مع من نفسه كده، فانا بحبه ايه يعني معظم الوقت مش بحط له بنجر. ليه؟ لان بحب لونه اللي هو اللون البامبي الحلو ده. بس كده بصوا والله حبة مخلل، يعني حبة مخلل زي العسل. جربوه بالطريقة. طبعا انتوا لو عايزين تحطوا شطة حطوا، انا ما حطيتش شطة عشان هم مش عايزين يعني حامي يعني. انما انتوا لو عايزين بيبقى حلو طبعا بالحراق يعني، بس انا عشان جوزي ما بيحبش الحراق عشان كده انا ما حطيتش ايه شطة. حبة مخلل والله زي العسل. طبعا اللفت ده حاجة شتوية يعني لازم في الشتاء نعمل اللفت. وادي بقى البطاطا لما خلصت، بصوا الجمال بقى بتاعها، والله تحفة جدا. طبعا في الشتاء في السقعة دي حاجة بقى ايه تدفي وحلوة جدا. وادي البطاطا المشوية تحفة، يعني ايه دي طعم ودي طعم تاني. هتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها. تشجعوا بقى كده ايه واعملوها تدفي بيتك كده
وجربي ان شاء الله حتى كل مرة حاجة يعني مختلفة. بس كده يا حبيبي، لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة اللي مش مشترك، ولو على الفيسبوك ما تنسوش المتابعة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامة.